احنا تويكا باش نمشيو الحاجة مزيانة برشا. معانا اليوم هو زميلنا مش بعيد علينا، موجود في إذاعة المنستير، كاتب مسرحي سي سعيد مرموش، حاضر بحثنا، لكن عنده فيديوهات محلاهم، عنده حكايات ياسر زمنية وياسر مزيانة. اليوم حبيناه يحتفل معنا بعيد الفطر المبارك ويحكي لنا حكايات من حكاياته الزمنية، لكن كلها مدروسة ترجع بينا التاريخ، كل حاجة نجموا نسألوه عليها. سي سعيد عيدك مبروك. لله ربي يبارك لك. ان شاء مرحبا الله عيدكم بيك مبروك. ونورتنا. حبيت قبل ما نبدا ما خيرش من الصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال لك ابداوا بالصلاه على الحبيب احمد فان الصلاه عليه حتما تقبلي. اي هذه الكاميرا نتاعك سي سعيد. هذه الكاميرا باهي. اي نعاودوها نحكيو ونواصل. نحكيوها. اي ابداوا بالصلاه على الحبيب احمد حتما الصلاه عليه ستقبلي اعمالنا بين الرفض وقبولها الا الصلاه على الحبيب محمد. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عيدنا ديما عيدين. الحمد لله. اولا الفرحه نتاع الصيام وفرحه القبول ان شاء الله تبدا ابواب القبول محلوله. امين يا رب. باهي. امين. احنا نقولوا العيد الصغير والناس يقولوا عيد الفطر، ولكن هو عيد الفرحه وعيد التقارب والتسامح والرحمه. اي وهذه نغزل الكاميرا يلي تسمعوا فيا لله سيدي خويا، يزيوا من القطح، امشيوا زوروا اخواتكم وزوروا اهلكم وزوروا ماليكم باش ربي يقبل لك صيامك. اي نعم يا سيدي، مشي في بالك انت كي تصحح راسك باش تربح باش تخسر. ومد لخوك الكعبه الحلو حطها له قدام الطاوله، وشويه الشرموله اللي باش نحكيو عليها، وحق الملح زاد اللي باش نحكيو عليه زاد. ايه يا سيدي نبداو بالشرموله. نبداو. الشرموله اللي اختلفت عليها الاقاويل والاثار والحكايات. اي واحد يقول لك جابها شارل ميل، هذا بحار فرنساوي جابوا لنا. باه. وواحد قال لك لا جابوها صفاقسيه بطريقه او باخرى، لكن هي موجوده في المستير وموجوده في جربه وموجوده في المهديه وبدات تنشر عاد في تونس كامله. ماك تعرف توا قبل كان المستيريه ما ياخوش، كان المستيريه توا اللي ياخو من تونس ومن القروان ومن قابس ومن نفطه الى اخره. والتلاقح هذا بتاع العادات هو اللي دخل الشرموله في برشا بلدان. الشرموله لله اختي بدات حكايتها هاك العام من ايام الغابرين. البحاره ربي عطاهم ميسره هايله وعطاهم برشا حوت، ما تبع لهمش. علاش؟ خاطر الناس طيب في اللحم في العيد، طيبوا في الغنمي وطيبوا في البقري الى اخره. اش عملوا باش الحوت ما يتلوحش؟ لا فماش لا فريجديرات ولا كونجيلاتور ولا عمر بالزور، يملحوه ويعلقوه ويخبيوه ويشيحوه ومنها ياكلوه. ولكن كي باش ياكلوه في العيد يلزم يحليوه بحويجه، ولاو استنبطوا حكايه الزبيب واللي بصل قلاووه باش يعدل درجه الملوحه في الحوت. ايوه. ومن غادي جات الشرموله هذه. ولكن التسمية عمل شنو؟ هو حوت مالح. منين جات الشرموله؟ احنا شو نقولوا؟ ساعه ساعه تبدا عندك انت روبه ولا تقطعت، شو نقولوا؟ شرمتها، شرملها، مشرمله. الشرموله جايه من طريقه قصان الحوت، يبدا مشرمل، ما يتقصش بالسكينه. أيوة. يلزمو يتقطع باليدين يبدا مشرمل، شي خشين شي جويد. من غادي جات كلمه الشرموله. لكن الشرموله اللي في صفاقس مش كيما اللي عندنا في المستير. اللي في صفاقس الزبيب والبصل يترحاو والحوت يتسمط، بينما احنا في المستير الكل مع بعضه بوه على اخوه. الحوت والبصل والزبيب يتفوحوا في الفلكحل وملح وشويه زيت ويتفور، ومن بعد نصبوا من فوق منه زيت زيتونه وناكلوه بالخبز طابونه. أيوة. هذه الشرموله نتاعنا. هذه حكايه الشرموله. مالا شنو؟ بعد ما ياخذ الشرموله سيدي خوك اللي كنت ما تكلموش، ما هو جيب حذاك هو وتسامحتوا اي والقلوب تصافات. صحيح. ايوا باش تمد له انت كعيبه حلو. اي ايوا قبل حلو. اي ايش رايك نعملوا مداخله موسيقيه؟ يشبيه علاش لا؟ ها؟ باش نرتبوا القاعده. نتمتعوا شوي. اي مالا. باهي تقولوا لي نستناكم شوي. باهي يحضرونا المداخله الموسيقيه. باهي نكملوا احنا نعطيو مقدمه صغيره على حلو، نخليو شويه سسبانس. باهي يا سيدي. احنا باش نبداو واضحين. اي قبل الدين الاسلامي فما برشا ديانات اخرين وفما برشا معتقدات اخرين معروف. وفما برشا اعياد للامازيغ وللبربر وغيرهم وغيرهم. ثم كي جاء الدين الاسلامي صار كل الترابط والتلاقح.
ما فماش كان حلو، ما كانش فما حلو راه. اي ايش نقول لك فما هذه باش نعطيكم مفاجاه ممكن باش تستغربوا منها. السكر مش موجود، باش كانوا يحليوا باش بالتمر ولا بالعسل ولا بالقصب السكري. لكن ما كانوش يعرفوا الحمص المرحي واللوز المرحي، لا لا لا، كان الصماط. عرفتوا الصماط شنو بنتي؟ اي شنو ايش هو الصماط؟ من قبل من ايش ايوه لك نجيبوه سي عبد الله هيا سي بحثنا. عبد الله خلي مرحبا يسمع بك. معنا حكايه السمات. هيا سي عبد الله ها ينجم سي يفيدنا عبد حتى الله برايو. اي ماله بالطبيعه سي عبد الله راهو ولد البط كما يقولوها وما شاء الله تفضل سي عبد عليه. الله مرحبا بك. مرحبا يا تحيه تفضل سي للفرقه عبد الله. الحقيقه اللي جاوا معاه واللبسه العزيزه اللي جيتوا بها. باهي هو ولد التلفزه راهو الحقيقه ديما بحذانا وماهوش غريب علينا. ساعه نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك. عيدك مبروك عليك وعلى عائلتك وعلى عمال التلفزة الوطنية وإن شاء الله عيد مبارك على الشعب التونسي وعلى الأمة الإسلامية والعربية، ونتمنى الافراح لغزه وفلسطين، ويا رب ان شاء الله ينصرهم وان شاء الله يفرحوا، وان شاء الله العالم الاسلامي ديما بخير ان شاء الله يا رب. امين يا رب. حب زاده نعيد على اعضاء الفرقه الكل مش اللي موجودين هنا. كل مسافرين احنا مش كل مسافرين. باهي نرجعوا معاك سي سعيد. سيدي عبد الله ايوا هو كي احنا نمشيو نزوروا الوليه والصالحين شنو يهزوا في الكسرونه؟ يهزوا السكر ويهزوا الخبز المغلف بالزيت. هذاك هو سيدي خويا الصمات. نروحوا به لدارنا ونعطيو الصمات. هذاك للاختي الصمات. ايوا عنده بنه خاصه. بنه خاصه ومقر عليه القران. هذاك يا لله ما شاء الله. كانوا قبل يعملوا عبرات خبز. اي ويغلفوهم بالسمن ولا بالزيت المتوفر وعليهم شويه عسل. هذاك الحلو نتاعهم. أيوة. ثم تطورت الامور تدريجيا حتى خلطنا للغريبه اللي هي الغريبه. تسمت غريبه هي على خاطر ديما يسافروا بها. وكانوا قبل كيف يسافروا اهلنا النوماد نتاع سكان الصحراء قبل كانوا يضيفوا الناس كيف يجيهم ضيف يضيفوه عادي يمدوا لهم الغريبه. يقول له من الغريبه هذه من غادي جات التسميه نتاعها لان غريبه عليهم. ايوه ثم في بعض المصطلحات في اللغه العربيه الحاجه اللي توحل في الجرجومه الغريبه تاع الحمص توحل في الجرجومه صحيح يقولوا غربه. ايوه حيت ايوه موجوده الغريبه في جميع الدول الاسلاميه. موجوده في اسبانيا للاختي، موجوده في اليونان، موجوده في المانيا بنفس الطريقه. الغريبه نتاع الفارينه. من بعد جاتنا غريبه الحمص وغريبه الذراع وغريبه توا غريبه لايت ما كبوا لهم ساعدهم الحكايات هذوما ما خلونا شيء. عاود دخلونا منا خرجونا منا. اما الغريبه الصحيحه هي الغريبه نتاع الفارينه. ايوه هذيك الام. يعطيك الصحه. نجيو لسي كعك الورقه هذايا فهمتني فهمتني يعمل بعمايله فينا. ايوه شيء بالنسري وشيء بالنسري وشيء بغير النسري وكذا والكيلو نتاعو بك السم الفلاني كان تيجي جوز كيلو تراسيلك تاخذ قرص سيدي عبد الله. مش لازم خلينا في الغريبه. ايه لله كعك الورقه. مد لي ايدك هك المعصم نتاع ايدك. ايوه شنو يكون فيها ايدك هذيك؟ مش فريده ذهب. فريده ذهب. جماعه الاندلس يا سيدي يلي تسمعوا فيها وقت اللي هربوا من البطش نتاع الملك فيليب ولا فيليبس نتاع اسبانيا. فيليب هبط قرار لا يهزوا فلوس ولا يهزوا ذهب ولا يهزوا الصكوك نتاع ديارهم. قالوا له الاخرى خلينا نحضروا ماكله زادنا زوادنا في ثنيه. اش عملوا نساوين وتحيه لنساء تونس الاحرار. ايوه كيد رجل كيدين كيد نساء 16 ايوه خلينا نشوف ايش عملوا. شوفي في بايا هي تكلمت. مالك شنو حسيت بالفخر بصراحه اللي فما عامله باهيه. شوف خلينا نقولها نشحت الثوره التونسيه بفضل المراه التونسيه. صحيح ديما فاعله. المراه التونسيه اللي فوق راس اخشن راجل في تونس. ربي يوفى الحديث نرجعوا قدرك يعيشك. للاختي يا جماعه الاندلس باش يهزوا زادهم وزوادهم يقرا على قلبهم وفادهم باش يمشيوش شهر كامل ثنيه كامله وهما 200 بالشهر. صحيح. ايش يعملوا؟ ياخذوا الفرده يغلفوها بعجين كعك الورقه. ايوه مالا لله تاخذ فورمه الفرده. يعطيك الصحه. وكلك عابر اللوز الفورمه نتاع الخاتم. ايوه والاخرين الفورمه نتاع الجوهر والى اخره. وجابوا ذهبهم الكل معاه. اكثرش من البنادق. شفت سي عبد الله المراه؟ البنادق يحطوا فيهم الفلوس وهربوهم. حتى الجنود كي وقفوهم في ثنيه ما لقاو حتى حل. وكيف وصلوا عاد سكنوا هوني لهنا في تونس ونشروا الثقافه نتاعهم والعادات نتاعهم
وتعلمنا من عندهم كعك الورقه، لكن زدنا طورناه. اي ومن بعد جي كعك اللوز، وجي كعك العنبر، وجي ونواصل تو نحكيو عليها مرة ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله الى يا رب. اخره الى اخره. اي راهو التاريخ فري. ثري. اي يسوفي نعملوا ريسيرش بحكمه، يعني ديما نعتمد في حكاياتي وفي البحث تاعي على القيس. اي حاجه يقبلها العقل ولا ما يقبلهاش إيه؟ العقل نندم لوجيك بها. ولا مش لوجيك؟ يعطيك الصحه. باهي حق الملح. وقف لي شوي في حق الملح. اي وقف. خلينا احنا نتعرفوا شويه تويك على سي عبد الله. على سي عبد الله وعلى الحضره نتاعو، ونرجعوا نختموا بحق الملح. باهي باهي بايك هذاك. هذايا باي. أيوة. كان شفتني بكري في كيد نساء 16 تشوفني تو في حق الملح. يعني ما ريتش خاطر في يدك، يعني ما جاكش حق الملح. نستنى فيكم عاد باش تمدوا لي حق الملح. شنو؟ الله يبارك. داير بيا قداش من راجل يا رسول الله. يلزمك تاكلنا، يلزمك اسمع، هي هاتوا حق الملح تنوكلكم. انا كل شيء بالمصبة. هذه هي اللي كيدهم كيد 16. نحصلكم الساعة. تو باش يحكي على حق الملح اللي يخصني يخص كل امرأة تونسية. ايوه هي المشكلة وانا موجودة. خارجة من هون اليوم ما ناخذ حق الملح. شوف لله، شوف سيدي، حق الملح ورطونا فيه. اي احنا الوالد نتاعي الله يرحمه الله يرحمه يقعد يقول تطورنا، يقول تورطنا. تورطنا بصراحه. الحاصل هاك العام اي سيدي الفرادي قاعد على كرسيه كما هكا. قبل كان الراجل بعد ما يجي من الجامعه نهار العيد اي يقعد في الكروار نتاع الدار ولا في السقيفه، تجيه مريته لابسه قفطان جديد، لابسه جديد، ما عندهمش حجامه، مش كي توا نهار كامل هما جلطوا في الشويربات، كانوا ناس عاديين شويه حمير ولا حاجه. لا اسمعني، كانت شويه حمير وشويه فهمتني شي كحل، وكفى الله المسلمين حاجه خفيفه وجمال طبيعي. اي تجيب له قهيوته ويدوروا به يا سيدي احفاده. اي اللي يعطيه سوردي، اللي يعطيه زوز سوردي، اللي يعطيه كذا كذا. المهبه عاد مريته المهبه قالت له واني يا حاج اش بيني؟ جيت على عينك العوره؟ يعطيني المهبه، مد لها كيس صغيرات. اش قتلوا؟ قتلوه لا حق ما يحوكش، هذوما ما يجيوش حق ذوقان الملح اللي ذقته. ايواش حطها في باله، بيت متغش عليه. كيفاش بيت متغش عليه؟ اي ليله العيد يتبيتوا في الصاله ولا في دربه. اش يعمل؟ يمشي يشري لها قطيع ذهب بعد نهارين ثلاثه من الاسواق مسكرين. يتفرح. وجاها مدت له قهوه، شرب القهوه، قعد شويه تنولوطه، حطك الخويتهم في الكاس، قال لها هيا يا بنت عمي اقرا لي الفنجان. قلبت الفنجان، شرن الخاتم. قال شنو هذا؟ قال لها هذاك حق الملح. ومن هون جاء حق الملح. من هون جات حق الملح. اما ناس تقول عثمانيه، وناس يقولوا جات مع المماليك، وناس يقولوا مع المصارى، وناس يقولوا جابوها لنا، ولكن الحقيقه تقال تستحقوا اكثر من حق الملح. ربي فضلك. أنا شخصيا نعطيك حق الملح وحق الكرويه وحق فلفل الأكحل وحق القرن. ربي فضلك. حق الملح نتاعي هو حضوركم معايا. يعيشك. اما ماذا بيا نحب نختم ربي للاشكال. برشا طلبوني حتى في الفيسبوك على حكايه المقرونه. نختموا بها. راهي المقرونه راهي بدعوها النوماد العرب. ايواش المقرونه هي، شوف سيدي عبد الله، يقول لك زوز من الناس تقارنوا في عبد ولا تقارنوا، حطوه بيناتهم. هو المقرونه شيء من العجين وضع بين شيئين وتقرن هكا. هي شنية اللي نعملوها بالعجين؟ شو اسمها؟ حلالم. الحلالم. هذيك اصل المقرونه. من بعد هما جابوها من الصين، عملوها بالروز، وماركو بولو هزها لايطاليا بالطريقه نتاعهم. اما شيء وضع بين اصبعين يعني قورنا. باش عملنا الدويده وعملنا الحلالم. ثم تطورت الامور، خاطر احنا كنا مسافرين في الصحراء ونشيحوها ونهزوها نطيبوها. تعرف شو تسمى كي طيبه؟ الأطرية. خاطر تطرى. يعطيك الصحة. ونحطوا لها شوية سمن وشوية ثوم وبصل وناكلوا صحة بالشفاء. هذا هو اش حابين نقولوا. ربي يفضلك يا سيدي. وتهنى لله، حق الملح عندي ما تخافش. ربي يخليك. وحق الملح نتاعي هو انكم حضرتوا بحذايا، وحق الملح نتاعي انه المشاهدين نتاعنا رضاو علينا اليوم ورضاو على قد بلا في رمضان الكل. بارك الله فيك سي سعيد مرموش على الحضور نتاعك الانيق، ومحلاه حضورك معنا اليوم. بارك الله فيك ياخذ بخاطرك.